دي بذمتكم صينية فراخ بالبطاطس ولا صينية فراخ مشوية ولا صينية بطاطس بالجمال والتحفة والعظمة دي؟ ما شاء الله اللهم بارك. تعالوا بقى ما اقول لكم كل الاسرار والحركات والتركات اللي هتعملوا بيها احلى صينية بطاطس بالفراخ. قبل ما نبدا بالطريقه نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عندي بطاطس وطماطم وفلفل وتوم وكمان بصلايه مبشوره كده ناعم. هنسيب المكونات دي في طبق كده على جنب، هقول لكم هنعمل بيها ايه. طبعا تستخدموا الكمية المناسبة ليكم من البطاطس والفراخ وكل المكونات دي. البصلايه المفرومة ناعم حطيت عليها معلقة من الفلفل الاسود ومعلقة من الكمون ومعلقة من الملح، هخلطهم ببعض كويس قوي لحد لما البصل ده ينزل المية بتاعته زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. طبعا الفراخ تكون منقوعة كويس ومغسولة مرة واتنين وتلاتة، يعني بأكد عليكم من نظافة الفراخ في كل مرة بعمل معاكم وصفة فيها فراخ. هدعك بقى بيها البصل ده من كل ناحية ومن كل جانب كده. لازم الخطوة دي مهمة، دايما بتلاقوني بعملها سواء هعمل البطاطس في صينية او هسلقها، لازم اعمل الخطوة دي قبل اي حاجة. وكمان محبتش ان انا اقطع المكونات دي اقطعها معاكم هنا علشان تشوف ان انا عملت دي اول خطوة، واركنها كده على جنب تتبل بقى لحد لما نجهز المكونات دي، تكون مثلا خدت لها 10 دقايق في التتبيلة دي، بتفرق جدا. فاول ما ابدأوا بالفراخ على طول، تبلوها بالطريقة دي. نقطع بقى البطاطس يعني في سمك كده متوسط، ولا تكون تخينة قوي ولا رفيعة قوي، يعني خلوها في المتوسط كده. هوبا، شايفين الحلاوة؟ ولا اسهل من كده. طبعا يا ريتنا بنطبخ بنفس السرعة اللي بتبقى في الفيديو دي، ما كناش هنتعب خالص بصراحة. عندي هنا الفراخ جاهزة والبطاطس كمان، نركنهم كده على جنب ونبدأ بقى بالوصفة بتاعتنا الخطيرة اللي طعمها في منتهى الجمال. حطيت الطماطم في الخلاط واحط عليها الفلفل كمان، فلفل احمر وفلفل اخضر وفلفل شطة. فلفل الشطة ده بيديها سنة صغيرة خالص من سبايسي، بتبقى طعمها خطير. جربوها كده صدقوني مش هيضايقكم خالص، حتى لو عندكم اطفال مش هيحسوا بيه خالص، بس بتفرق جدا في الطعم. يبقى انا حطيت في الخلاط الطماطم والفلفل والثوم، وكمان هحط البصل وافرمهم بقى كويس قوي في الخلاط، عايزاها تبقى ناعمة جدا. انتوا بقى مش هتقدروا تميزوا دي فراخ مشوية ولا صينية بطاطس بالفراخ، ايه الطعم الخطير والمختلف ده. بجد جربوا الطريقة دي حرفيا. بعد كده لما تيجوا تعملوا صينية البطاطس لازم هتعملوها بالطريقة دي من كتر ما هتعجبكم. كمان المية تبقى مغطية المكونات كده علشان تبقى يعني ما تبقاش تقيلة قوي، تبقى خفيفة كده، عايزينها خفيفة عشان لسه هتاخد سوا في الفرن وهتنشف. فبدل ما تزودوها مية تبقى المكونات كده خفيفة شوية، او الخلطة بتاعت الطماطم دي هصفيها بقى كويس قوي. شايفين والله العظيم الريحة حتى من غير ما احط البهارات خطيرة. من قبل ما تحط البهارات شمي بقى الريحة، ريحتهم رهيبة بجد. جربوا الطريقة دي بجد هتعجبكم. هحط بقى البهارات، عندي نص معلقة من الملح عشان احنا حاطين ملح على الفراخ، نص معلقة من الفلفل الاسود والكمون والبابريكا والسبع بهارات، وكمان هنحط مكعب مرقة ونص معلقة من بهارات الفراخ. هكتب لكم البهارات دي في صندوق الوصف تحت. وكمان عودين كده من ورق اللورة، ورقتين من ورق اللورة. قلبوا بقى المكونات دي مع بعض وشموا الريحة الخطيرة دي، بجد هتعجبكم في منتهى الجمال. حطي بقى كده معلقتين 3 من الزيت على الطماطم. هاتي بقى صينية موجودة عندك، اي صينية انت بتحبي تعملي فيها، بس انا بحب اعمل دايما صينية البطاطس في الصينية الألمونيا، دايما بتديها طعم خطير. هنحط البصل بالطريقة كده، مش هتحطي بقى ولا بصل ولا فلفل ولا طماطم ولا حاجات تضايقك وانت بتاكلي. الحاجات دي هتفرميها كلها مع بعض في الخلاط وتضيفيهم على صينية البطاطس من غير ما اي حاجة تضايقك من البصل والفلفل والكلام ده. رصوا بقى الكمية اللي انتوا عاملينها من الفراخ. انا كده عملت برضو معاها الكبد والقوانص. انتوا على فكرة ممكن تعملوا الصينية دي بطاطس بالكبد والقوانص والخلطة دي من غير حتى فراخ، وذوقوا احلى طعم للكبد والقوانص، بجد خطيرة. هحط عليها معلقة زيت، معلقة صغيرة خالص من الزيت على الوش، لان احنا حاطين زيت في الطماطم، ولسه كمان الفراخ هتنزل الدهون بتاعتها. حطوها بقى على عين البوتاجاز الاول، تاخد فورة كده، تفور الاول تغلي، وبعد كده حطوها على الشبكة اللي هي قريبة من الفرن على درجة حرارة 200 داخل الفرن. انا مش بغطيها خالص، بسيبها مكشوفة كده بتتحمر من فوق حتى من غير ما اشغل الشواية.
تعالوا بقى نعمل شوية رز حبة وحبة في منتهى الجمال، عمرك ما دقتي ولا هتدوقي زيه بعد كده، خطير. طبعا تغسلوا الرز، اهم حاجه يا جماعه لازم تغسلوا الرز، ما ينفعش تعملوا رز من غير ما يتغسل، الرز بيبقى فيه تراب وبيبقى فيه حاجات ملوثه جدا، فلازم تغسلوه وتصفوه كده في مصفى الاول، علشان لما تيجوا تعملوا الرز وهو فيه ميه بتلاقي الرز لازق في بعضه كده، لازم بقى تصفوه كويس قوي من الميه علشان لما تيجوا تنزلوا بيه في الزيت كده ما يلزقش في بعضه. تحمروه بقى، هو بياخد وقت شويه في التحمير عن الشعرية، بس طعمه جميل جدا. اعملوه بنفس الطريقة اللي انا هعملها دي، بجد هتدمنوه. تحمروه كده لحد لما يوصل للون البني الخفيف، ما تغمقوهوش اكتر من كده، لان لو غمق اكتر من كده بيبقى طعمه وحش جدا، وكمان بيبقى الرز غامق ومش حلو، فخلوه لونه بني خفيف كده. عن تجارب كتير انا عملته بكذا طريقة، وبجد الطريقة دي انجح طريقة وصلت ليها. شايفين اللون خطير. حطيت رشة من الملح، حط كمان مكعب من المرقة بيديها طعم جميل قوي في الرز حبة وحبة ده بالذات، مكعب المرقة بيدي طعم تحفة. شوحوا بقى الرز كده مع بعضه شوية كده حلوين، دقيقتين كده ولا 3، وبعد كده حطوا مية مغلية. احنا متفقين ان الرز يتحط له مية مغلية، يدوب الرز كده، يدوب المية كده تغطي الرز زي ما احنا متعودين، يبقى فوق الرز كده معلقة من المية زي ما انتوا شايفين كده. هسيبه بقى على نار عالية لحد لما يغلي ويتشرب المية دي، وبعد كده اهدي النار. دي صينية البطاطس اول ما طلعت من الفرن كده خطيرة، اللهم بارك، كل حاجة فيها مستوية حرفيا، البطاطس دايبة كده، والشوربة او الطماطم دي الصلصة اللي احنا عاملينها طعمها في حتة تانية لوحدها، دي تتشرب كده بالمعلقة. اهم حاجه تحطوها في فرن سخن على درجه حراره 200 على الرف اللي هو قريب من ارضيه الفرن، وتابعوها بقى في السوا، ما بتاخدش اقل من ساعه وبتلاقيها جاهزه. وكمان بعد ما تستوي شغلي الشوايه عشان تاخد اللون الخطير ده من غير حتى ما ترفعيها فوق، يعني وهي على نفس الشبكه شغلي الشوايه كده 5 دقايق هتاخد اللون الخطير ده من غير ما تضيفي لها ولا اي حاجه خالص، مستويه من جوه وطعمها خطير وريحتها اجمل. تنفعكم بقى وصفه منجزه وسريعه، وكمان تنفعكم في العزومات، ولو اي حد طب عليكم فجأة كده ومش عارفين تتصرفوا ازاي، على طول بقى تطلعوا من الفراخ من الفريزر، تحطوها في ميه تفك وتستخدموا بقى الوصفه، تعملوا الوصفه دي بقى على طول. وصفه تشرف جدا وطعمها خطير وريحتها اجمل، بتقلب البيت كله حرفيا. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي الجديده. شيروا بقى الفيديو لاي حد بيحب صينيه البطاطس بالفراخ، وقولوا له يجرب الطريقه دي وهيشكركم جدا عليها. يا ريت تشيروا الفيديو لكل حبايبكم واصحابكم في فيديو جديد.